حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مرة بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهاردة بقى يا جماعة هنعمل مخلل اللفت بالطريقة الصح، وهقولك المقدار المظبوط قد ايه ملح وقد ايه على قد ايه مية عشان يطلع معاكي مظبوط، له مالح وله عادم، ويبقى لونه حلو جدا زي ما انت شايفة كده. المية بتاعته لونها وردي وجميل، وهيبقى احمر كده من غير ما نحط بنجر ولا اي حاجة خالص. بصي لونه وشكله تحفة، ده بعد ما استوى، وده شكله وهو لسه في البرطمان. هوريكي ازاي تعمليه ويبقى معاكي زي الفل، وازاي كمان تنقي اللفت عشان يطلع معاكي كويس وتاخدي منه احسن نتيجة. كل ده هنعرفه مع بعض، بس الاول نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويلا على طول نشوف الطريقة. اول حاجه معايا الليفت زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه في الليفت ان انا اختاره كله لون واحد زي ما انت شايفه كده. ما اجيبش الليفت اللي هو يكون لونه فاتح، يكون مبيض قوي. لا، لونه بصي الموف الغامق ده البنفسجي ده، من فوق لغايه تحت خالص، مفهوش ولا حته بيضه. دي اول حاجه. كمان لازم يكون اللفتاية معايا وانا بمسكها تقيلة، ليها وزن كده في ايدي. الخفيفة دي بتبقى شايخة من جوه ومش حلوة. كمان لما اجي انقي اللفت اللي يكون صغير او وسط، لكن الكبير ده بيبقى من جوه برضو مش حلو. بعد كده بقى هاخد اللفت ده واحطه في ميه، اغمره بالميه كده علشان تنزل كل الطينه اللي فيه. وبعد كده اغسله كويس جدا 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 تاني تحت الحنفيه، واتاكد انه مفيهوش اي طينه او اي تراب. وبعد كده هحطه بقى في بوله معايا وابدا انضفه بالشكل ده زي ما انت شايفه. اي حاجه وحشه بقى شكلها مش عاجبني مش لطيفه، بالسكينه بالراحه كده اروح شايلاها زي ما انتي شايفة معايا كده. اهم حاجة ان انا اخلي اللون ده ما خليهوش، ما اقعدش اشيل كتير، علشان هو اللون ده اللي في اللفت هو اللي هيديني اللون الاحمر الحلو، من غير ما اضيف بنجر ولا اي حاجة، يديني اللون الوردي الحلو بتاع اللفت نفسه من غير اي الوان ولا اي اضافات تانية. شايفين بقى كده؟ اي حاجه كده اياها مش حلوه، حته كده مش لطيفه، اروح شايلاها بالراحه بالسكينه زي ما انت شايفه معايا كده. لكن ما اقعدش بقى اشيل فيه واكحت فيه، ولا انا عايزه اللون ده يفضل معايا كده عشان هو اللي هيلون لي اللفت بتاعي. بعد كده باخده بقى وبقطعه زي ما انت شايفه كده بقى. بصي من جوه ماسك نفسه ازاي وزي الفل. ده اللي بقولك عليه، ان اللفتايه ما تكونش كبيره وتكون تقيله معاكي عشان من جوه تبقى حلوه ومظبوطه معاكي، ما تبقاش شيخه، ما تضطري انك انت تلاقيها جوه عامله زي السفنج كده، فتضطري ان انت تشيلي القلب كله وترميه، فبالتالي بتهدري كتير، وفي نفس الوقت مش بيطلع احسن حاجه معاكي. فاختيار اللفت من الاول دي حاجه مهمه جدا، اهم من تخليل اللفت نفسه. بس بقى بتقطعيه ايا كانت التقطيعة اللي بتعجبك. انا اخترت السكينة دي عشان يديني يعني شكل كده زي اللي بنشتريه من بره بالظبط، بس طبعا ليكي الحرية تقطعيه زي ما انت عايزة وبأي تقطيعة انت حباها. بخلص بقى كل اللفت اللي معايا بالشكل ده واقطعه كله، وبعد كده بقى هجهز البرطمان اللي هحطه فيه. طبعا اهم حاجة برطمان اللفت معايا لازم يكون مغسول كويس جدا وكمان متعقم. لو برطمان ازاز هعقمه ان انا اغسله وانشفه كويس جدا، واحطه في فرن البوتاجاز بعد ما وهو سخن كده علشان يتعقم كويس. او ادخله لو عندك مايكرويف برضو، بحيث ان هو يتعقم كويس جدا. زي ما انتوا شايفين بقى كده انا قطعت الكمية بتاعتي كويس قوي، الكمية قصدي كلها، وكده جاهزة معايا للتخليل. كمان اقول لكم على البرطمانات، لو برطمان بلاستيك برضو بغسله كويس جدا جدا وانشفه كويس جدا من المية، وبعدين ابدأ اشتغل بيه. انا جبت كده البرطمان بتاعي، او انا عندي علبة كبيرة كده هحط فيها، زي ما قلت لكم مغسولة كويس جدا.
انزل بقى كل كمية اللفت اللي معايا جوه البرطمان. بصوا السهولة، اسهل من كده مفيش. في ناس بتحب تحط لللفت ملح وبعدين تسيبه شوية وبعدين ترجع تشطفه. لا لا لا، مفيش داعي للخطوة دي خالص، هو هيطلع حلو وجميل ومسكر وزي العسل من غير اي مجهود. صدقوني هتقطعوه وتعبوه في البرطمان وبعد كده هنعمل محلول التخليل. بصي بقى يا ست الكل، انا هنا عندي 2 لتر من المية، فبالتالي هحط لهم 4 معالق ملح. يعني ايه؟ يعني لتر المية بياخد 2 معلقة ملح. لو انتي حاطة في برطمان صغير هتحطي لتر مية وعليه 2 معلقة كبار ملح. كمان معلقتين ما يكونوش مليانين قوي هرميين، لا مع المليانين بس حلو، مش هرمي يعني. خلاص، يبقى اللتر المية عليه 2 معلقتين كبار ملح. انا هنا حاطة 2 لتر مية علشان الكمية بتاعتي كبيرة، فهحط لهم 4 معالق كبار من الملح، وادوب الملح ده كويس جدا جدا في المية. وكمان هضيف حوالي كده نص معلقة من السكر. السكر ده بقى هيخلي اللفت بتاعي مقرمش، هيديني طعم حلو وصلاحية كمان أطول. ف يعني حلو جدا ومش بتأثر في الطعم ولا بيبقى مسكر ولا حاجة، يعني بيبقى حلو يعني مظبوط كده معايا. بس كده، ولا اسهل من كده يعني. بصي حاجة في منتهى السهولة. اقلب بقى المحلول الملح بتاعي ده كويس جدا وادوب الملح والسكر تماما، وافضي بقى المية بتاعتي في قلب البرطمان اللي انا حطيت فيه اللفت لغاية ما اللفت اغمره بالمية خالص، يعني المية تبقى مغطية اللفت تماما. ويستحسن لو انا عندي حاجة احطها كده فوق اللفت بحيث ان هي تضغط لي اللفت انه ينزل لتحت، يبقى احسن كمان عشان المية تبقى مغطياه للاخر. تمام، وبغطي عليه واقفل عليه كويس جدا، احكم يعني القفله بتاعته واسيبه بقى لغايه ما يستوي. اعرف منين ان هو استوى؟ ما افتحش عليه قبل ما يستوي. هعرف منين ان هو استوى؟ لما يديني اللون اللي انتوا شايفينه ده. وكمان لو اللفت بتاعك يعني اللفت ده ما كانش احمر زي ده، فاللفت ده لما اتخلل معايا واستوى كمان كان لونه احمر جدا جدا، كانك حاطه له بنجر بالظبط. شايفين؟ اول ما اشوف اللون الوردي ده بقى كده، الميه بقى لونها وردي واللفت كده نزل اللون بتاعه وكده، يبقى هو خلاص استوى. هتدوقيه هتلاقيه طعمه حلو جدا في منتهى الجمال. شايفه شكله ولونه؟ الميه بتاعته دي يا جماعه لو شربتوها طعمها مسكر وجميل وحلو جدا جدا. وده ليه؟ لان الملح بتاعنا كمان مظبوط، فمش هتجزعي كده وانتي بتاكلي. لا لا لا، جربي الوصفة وجربي المقدار اللي بقولك عليه وصدقيني هتعملي لفت في منتهى الجمال. شايفين شكله وجماله؟ تحفة، تحفة جدا. يلا بقى لايك والشير والسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ولو عايزين اي وصفة قولولي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم. وهستنى رأيكم وتعليقاتكم وتطبيقاتكم، لان بجد رأيكم بيهمني جدا وبيفرق معايا جدا جدا. ويلا بقى باي باي يا حبايبي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي.